النهارده هنتكلم عن تقنية مهمة قوي لزيادة الثقة بالنفس. ثقتك بنفسك بتبدأ من أول ما تنطق اسمك. أهلا بيكم، معكم مروة الإبياوي مدربة الدوبلاج والتحدث الجماهيري، بمعنى إنه لو هتلفظ اسمك لازم تلفظه بصوت قوي. أول حاجة إنك وأنت بتلفظ اسمك يكون في وضوح، يعني أنا مثلا اسمي مروة الإبياوي، اسمي قد يكون في بعض الصعوبة الإبياوي. أنا بلفظ اسمي ليه لازم يكون في وضوح؟ لأن اسمك هو الاسم اللي بيحمل إنجازاتك، الاسم اللي بيحمل الشخصية بتاعتك، الاسم اللي بيعرف الآخرين أنت قد إيه عندك كاريزما. الاسم ده هو بطاقة التعريف بتاعتك للآخرين. إزاي ألفظ اسمي؟ أول حاجة قلنا وضوح، تاني حاجة بستيدي نوت. يعني ايه ستيدي نوت؟ يعني انا لما اجي اقول اسمي مروه الابياوي ما ينفعش اجي اقول مروه الابياوي، ما ينفعش تاني نوت او الجزء الاخير من اسمي اقوله بنوت او بنغمه او بطبقه صوت منخفضه. لو قلت بطبقه صوت منخفضه معناها كده ان انا مش واثق من نفسي، بالتالي لازم الفظ اسمي بطريقه واضحه وبطريقه ستيدي ثابته، بمعنى ان انا اقول مروه الابياوي بنفس طبقه الصوت، بنفس الايقاع، بنفس الوضوح. تكون الطبقه منخفضه وبالتالي الناس تبقى عارفه من بطاقه تعريفك انك حد واثق من نفسه. طيب كان عندي كتير من الليديز اسمائهم بيكون فيها اسم مثلا صعب، او في مثلا تقول مها عبد الظاهر، لازم انطق الظا عشان لما حدا يسمعك انت ومعلق صوتي او مدبلج او حتى استاذ جامعي او حد بيشتغل بروفيسيونيل على المستوى الاحترافي،